بسم الله الرحمن الرحيم. كان جالي سؤال بيسأل عن ازاي يحسن من جيت هاب بتاعه. بيقول انه دخل على الاكونت بتاعي ولقى عليه تفاعل، انه الاكونت بتاعه هو رافع عليه مشاريع وكده. الحقيقة انا حاسس السؤال ملخبط شوية بالنسبة لي، انا مش فاهم كان الهدف من السؤال ازاي جيت هاب يساعدني اني الاقي شغل، ولا ازاي اكون معروف على جيت هاب. فانا هفترض انه السؤال ازاي جيت هاب يساعدني اني الاقي شغل. وبعدين ممكن اشوف بقى ازاي يزود الاكتيفيتي او التفاعل عنده على الاكونت بتاعه على جيت هاب. اول حاجة خالص عايزين نجاوب على السؤال بتاع هل لازم يكون عندي اكونت جيت هاب واكون اكتف عليه وكونتريبيوت واعمل ومش عارف ايه والكلام ده علشان اعرف الاقي شغل؟ الاجابه بكل وضوح لا. ناس كتير جدا عندهم اكسبيرينس عاليه جدا وبيشتغلوا في اماكن ممتازه، والاكونت بتاعهم في جيت هاب مش بيرفلكت خالص الامكانيات بتاعتهم ولا المستوى اللي هم وصلوا له. والناس اللي بتشغل او الشركة يعني اللي بتبوست او عندها فاكنسي او حاجة زي كده متفاهمين جدا للموضوع ده. طيب ليه ازاي بقى جيت هاب ممكن يساعدني؟ جيت هاب بيحل المشكلة اللي ناس بتعاني منها، انه مثلا ما كانش عنده فرصة خلال وقت وجوده في الجامعة انه يكون بيتدرب في شركة ما، وبعد ما يخلص جامعة بعد ما يخلص دراسة يشتغل فيها. وده زي مثلا ما بيحصل في أوروبا أو حاجة زي كده، إنه وقت دراسته بيكون بيالترنيت ما بين الشغل في شركة ما هو بيتدرب فيها وما بين الدراسة بتاعته. لما بيتخرج عادة بيشتغل في الشركة دي أو بيكون جاله أوفر بناء على الفترة يعني اللي قضاها قبل كده وقت دراسته. لكن ده طبعا للأسف يعني مش متوفر عندنا في مصر. فلو انت قدرت تلاقي تدريب محترم خلال فترة دراستك فدي حاجة ممتازة جدا. او انت كنت بدأت شغل وانت طالب اصلا كفريلانسر او حاجة زي كده، فده هيساعدك جدا بعد ما تخلص الجامعة انك تلاقي شغل بشكل احسن كتير جدا من الشخص اللي ما عملش حاجة من دي وقت الجامعة. طيب هل جيت هاب ده مفيد للناس اللي هم بس الجونيورز او الانتري ليفل او اللي هو ما عندوش اكسبيرينس قبل كده، ولا ممكن يكون مفيد لناس تانية في ليفل اعلى؟ مفيد للاتنين. لو نبدأ بالناس اللي هم عندهم اكسبيرينس، ممكن تكون مثلا انت بتشتغل بتكنولوجي ما او بستاك معينة بقالك 4 5 سنين او 10 سنين او حاجة، وحبيت انك تغير وتشتغل في ستاك تاني. الاكسبيرينس بتاعتك في الستاك القديمة هتفيدك، بس لو انت بتعمل ده جوه نفس شركتك فالناس عارفينك ممكن يديك فرصة والكلام ده. لكن لو بتعمل ده وانت بتنقل من شركة للتانية، فممكن جيت هاب يساعدك هنا انك تكون عملت عليه حاجة تقول للناس والله يا جماعة انا بعرف اشتغل بده. يعني مثلا كنت شغال، ناخد مثال مثلا بي اتش بي، وحبيت انك تشتغل جافا، خبرتك في البي اتش بي هتنفعك. لكن لو حطيت بقى بروجكت معمول بالجافا او شاركت في بروجكت مكتوب بالجافا، ده بيتكلم احسن عنك كتير مع امكانياتك. انا اهو عندي ال valid experience من الحاجة اللي انا بقول ان انا بعرف اشتغلها او عايز اشتغلها معاكم. طبعا للناس بقى اللي هم الانتري ليفل او الجونيورز، جيت هاب يعتبر يكون افضل حل لحل مشكلة. هو احنا عايزين واحد جونيور بس عنده اكسبيرينس، هو ده الحل، انك تكون عندك حاجة على جيت هاب او اي حاجة مثيلة يعني. بس جيت هاب طبعا هو ايه الاشهر واكتر حاجة مستخدمة يعني. واكتر حاجة ممكن تعمل بورتفوليو كويس ليك مهما كان التخصص بتاعك هو ايه. طيب ازاي بقى
مشاركاتي او الكونتريبيوشنز اللي انا بعملها على جيت هاب تساعدني. فاحنا كده الاول جاوبنا على السؤال. اول سؤال خالص، هل لازم؟ لا طبعا مش هل لازم يكون عندي اكونت جيت هاب اكتف عليه؟ لا مش لازم. طيب جيت هاب هيساعدني في ايه؟ هيساعدني ان انا اثبت ان انا بعرف اعمل الحاجة الفلانية. طيب ازاي بقى اقدر اعمل ده؟ ازاي اقدر اقول ان انا بعرف اعمل ده؟ الحاجة اللي بشوف ناس كتير بتعملها انه بيشتغل على الاكونت بتاعه في جيت هاب لوحده. يعني مثلا هو بيتعلم تكنولوجي معينة او لغة برمجة او حاجة، فيعمل ريبوزيتوري يحط فيه الحاجة الخطوات بقى اللي هو بيتعلمها وازاي بيعمل ايه، وده كويس، لكنه مش هيفيدك بالشكل اللي انت متوقعه انك تلاقي الشغل. امال ايه اللي ممكن يفيدني؟ اللي ممكن يفيدك اكتر انك تكونتريبيوت في اوبن سورس بروجكت موجود اصلا. ممكن تشوف الفريم ورك اللي انت بتستخدمها او اي تكنولوجي انت مهتم بيها وتبدا تكونتريبيوت فيها. الكونتريبيوشن يبدا من اول الريدمي فايلز او الدوكيومنتيشن، او انك مثلا تشوف الايشوز المفتوحه وتبدا تريفيو لو في مثلا داتا مثلا ناقصه معينه، ازاي نعمل ريبروديوس للايشيو دي او كده. تبدا تريفيو الايشوز نفسها، تطلب من الناس ان هم يابديت الحاجه اللي هم كاتبينها لو في معلومات ناقصه او حاجه، او حتى انت تبدا تساعد بده من نفسك، انت تضيف الداتا الناقصه يعني. ده هيساعد المينتينرز طبعا ان هم يشتغلوا على البروجكت بتاعهم. هم اكيد هياخدوا بالهم منك يعني. او انك تعمل ريفيو للكود. ممكن تكون وانت لسه في الاول موضوع الريفيو ده مش هتضيف ليه قوي او مش تكتب ريفيو كويس، بس غالبا هتتعلم من الحاجة المكتوبة دي انك بتشوف كود بتاع حد تاني كاتبه، فده هيفيدك لحد ما. طبعا مش هيفيدك في انك تقول انك بتعرف تشتغل، بس هيفيدك من ناحية السكيلز. ده طريق من الطرق، بس ده اصعب حاجة فيهم انك تلاقي بروجكت كونتريبيوت فيه. في ناس اصلا سينيورز بيلاقوا صعوبة ان هم يعملوا كونتريبيوشن لبروجكت. طيب ايه الحل التاني؟ الحل التاني انك تشوف طبعا لو كان انا بتكلم بيلاقوا صعوبة ان هو يكونتريبيوت في فريم ورك او سبيسيفيك تكنولوجيا معينة يعني. الحل التاني انك تشوف بروجكت اوبن سورس مبني بالستاك اللي بتشتغلها. يعني مثلا لو انت بتشتغل مونجو مع نود جي اس مع انجلر مثلا او حاجة كده، فممكن تلاقي حاجة بروجكت مبني عليهم، فتبدأ تكونتريبيوت معاهم. مثلا سي ام اس موجود او اي تراكر لاي حاجه يعني. هتشوف بروجكت بيشغال بالستاك دي وتكونتريبيوت تستخدمه بقى، وبعدين تبدا ايه تكونتريبيوت فيه. معرفتش تلاقي البروجكت ده وستيل ده اسهل من اول اختيار، ده الاختيار المتوسط يعني. الاختيار اللي بعد كده انك تشوف ناس من صحابك او ناس في نفس الليفل بتاعك او ناس اعلى شوية، وتبدأ تعرض عليهم فكرة بروجكت وتبدأوه كاورجانيزيشن او جروب على جيت هاب. ده بقى ازاي هيبين امكانياتك احسن من اللي انت بتعمله على الاكونت الشخصي بتاعك، لان ده هيقول للشركة انك اشتغلت في جروب او في تيم زي بالظبط ما انت هتكون شغال في الشركة. بقى عندكم الميتينجز بتاعتهم بتعملوها، بتخططوا للبروجكت بتاعكم، الديسكشنز رايحة جاية ما بينكم وبين بعض زي الحياة العادية جدا اللي هتشوفها في الشغل بتاعك. فلو انت بقى اشتغلت على الفكرة دي مع التيم بتاعك لمدة سنة مثلا، لو انت فاضي شوية فبتجتمعوا مثلا 5 مرات في الأسبوع زي الشغل العادي وشغالين على البروجكت بتاعكم، أو لو انت بتعمل ده يوم واحد في الأسبوع ولا 2 بس، بعد سنة هتقدر تروح تحط في السي في بتاعك انك شغال في الاورجنايزيشن دي بقالك سنة. تقدر تروح للشركة تقول لهم انا عندي الاكسبيرينس السنة، فانت اكيد بقيت احسن كتير جدا من الشخص اللي هو ما عندوش اكسبيرينس خالص. بالمناسبة احنا انا بدأت اورجانيزيشن واحنا شغالين على بروجكت فعلا، والستاك اللي احنا شغالين بيها
PHP ومونجو ورياكت. فلو حد حابب يجوين ممكن يبعت لي يعني كان هو يتدرب، فهيبدأ ياخد تاسكات مناسبة للمستوى بتاعه، او ان هو حابب انه يكون مثلا سينيور او حاجة زي كده وحابب يشارك في بروجكت اوبن سورس، فممكن برضو يكلمني، اهلا وسهلا بيه يعني. واحنا بنشتغل بنتجمع مرة واحدة في الاسبوع، وشغالين براحتنا خالص، لان ده اللي هو المناسب للوقت بتاعنا يعني. بس لو بقى معانا شباب عندهم وقت اكتر طبعا اكيد ده هيزود الانتاجية بتاعتنا، وهم طبعا هيكونوا مستفيدين من الموضوع ده. فالموضوع وين وين يعني. تعالى بس كده نجمع الكلام تاني، نلخصه. هل لازم يكون عندي اكونت جيت هاب؟ لا، بس الاحسن يكون عندك. هل لازم اكون اكتف عليه؟ لا، بس الاحسن تكون اكتف عليه. ازاي جيت هاب يساعدني ان انا الاقي شغل؟ انك تشارك في مشاريع، مش انك تحط التيوتوريالز اللي انت بتتعلمها وخلاص. ده حلو لكنه مش كافي. لما تشارك في حاجة موجودة فعلا، ده اللي بيقول للناس انك عندك السكيل دي، وفي نفس الوقت عندك الاكسبيرينس. ده اللي بيردلك على سؤال عندك اكسبيرينس ولا لا. فحاول تشتغل في جروب تبدأه انت او تجوين عليه، وبلاش تشتغل لوحدك. ممكن في فيديو تاني يبقى نتكلم في السؤال بتاع ازاي يكون عندك تفاعل بقى على الاكونت الشخصي بتاعك انت او حاجة زي كده. انا مش احسن واحد يرد على السؤال ده، لكن برضو ممكن انا مش شاطر في الموضوع ده خالص يعني. بس ممكن برضو نشارك الافكار واقول احكي اللي حصل معايا وهكذا. السلام عليكم.